السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إصابة 45 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. تنظيم انتخابات إدارات الضواحي في عدل غيح وماي عيني. ازدياد حوادث المرور في الإقليم الأوسط. الرئيس الإيراني يرى في زيارته لموسكو نقطة تحول. كوريا الشمالية تلمح لاستئناف محتمل تجاربها النووية. الشرطة البرازيلية تطلق عملية كبيرة في المناطق الفقيرة. تفاصيل الأخبار. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي جرت اليوم في مراكز الفحص والعزل في أقاليم الأوسط والجنوبي وشمال البحر الأحمر والكاشبركة قد أظهرت إصابة 45 مواطنا بفيروس كورونا، وظهرت 34 إصابة في مراكز الفحص في الإقليم الأوسط، وكانت في مايتمناي وغوداي وغزباندا وسنبل وأخرية وعد قنبلو ومادره وعزقة ومصابون قادمون من مندفرة وعد خالة ومنصورة، و6 إصابات في مراكز الفحص في الإقليم الجنوبي، 4 منها في مندفرة و2 في منحيلي و3 في مراكز العزل في إقليم شمال البحر الأحمر، 2 في أفعبت و1 في مصوع، وإصابة في علي قدر في إقليم الكاشبركة. في غضون ذلك شوفي 106 مرضى كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9160، شفي منهم 8546 وتوفي 89 مريضا، فيما لا يزال 525 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 20 من يناير لعام 2022. جرت في مديريتي عد غيح وماي عيني في الإقليم الجنوبي انتخابات إدارات الضواحي ولجان القرى، إضافة لمحصلي ضريبة الزراعة والمواشي. وجرت الانتخابات في مديرية عد غيح من 13 وحتى 20 من يناير في 21 ضاحية، انتخب فيها 42 إداريا للضواحي و106 للجان القرى ومحصلي الضريبة. وجرت الانتخابات المماثلة في مديرية ماي عيني من 14 وحتى 18 في 14 ضاحية. وأشاد مديرا مديريتي عد غيح السيد هبتاي تسفازقي وماي عيني السيد أحمد عثمان بالإدارات السابقة، منادين الإدارات الجديدة لخدمة الناخب بتفان وإخلاص. وأكد المدراء المنتخبون على الاستعداد للقيام بدور رائد لتنفيذ البرامج الشعبية والحكومية. صرح قائد الشرطة بالإنابة في الإقليم الأوسط المقدم قرماي قبر ميكائيل في المقابلة التي أجراها مع وكالة إيرنا ازدياد حوادث المرور في الإقليم بنسبة 18.5% لعام 2021. وأشار المقدم قرماي إلى الخسائر التي سببتها الحوادث في الأرواح والممتلكات، حيث بلغ عدد الوفيات 18 شخصا وإصابة 84 شخصا بجروح بليغة و291 طفيفة، وقدرت الخسائر المادية ب9.2 مليون نقفة. وذكر المقدم قرماي ظهور الدراجات الكهربائية بكثافة خلال العام الماضي، موضحا بأنه رغم تقديمها خدمات جيدة للمواطنين إلا أن حوادثها تزداد يوما إثر آخر بصورة مقلقة جدا، لذلك بدأت أنشطة مراقبتها منذ شهر يناير لعام 2022. في غضون ذلك أوضح المقدم قرماي قبر ميكائيل بأن الشرطة في الإقليم الأوسط ومع ازدياد الإصابة بفيروس كورونا ظلت تنشط في مراقبة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والأسواق غير القانونية. في الختام ناشد المواطنين لاتخاذ الحذر في إدارة ممتلكاتهم ومالهم وتعزيز تعاونهم مع الشرطة لمكافحة الجرائم والمخالفات. أعلنت إدارة مديرية أفعبت في الاجتماع التقييمي الذي عقدته تنفيذ أنشطة فاعلة لحماية التربة وحفظ المياه.
وأوضح مدير المديرية السيد أحمد محمد نور رجب في التقرير الذي قدمه تنفيذ أنشطة تنموية بمشاركة شعبية واسعة تضمنت بناء المدرجات والحواجز المائية والحفائر وصيانة الطرق الترابية وغرس حوالي 9000 شجرة بالحملة الطلابية الصيفية. وقال إن بناء مؤسسات صحية بمبادرات شعبية في منطقتي النار والتبعات وإقلامات مكن من حصول السكان خاصة الحوامل على الخدمات الصحية عن قرب، وتنفيذ 42 قرية من جملة 49 قرية إصلاح البيئة. وأشار للقيام بأنشطة توعية تعليمية في جميع ضواحي المديرية وإجراء دراسات بشأن إعادة توزيع الأراضي الزراعية التي جرت بالعام 2009. ودعا الاجتماع لمنح الاهتمام بقلة المياه الشرب الصالحة وعدم وجود خدمات مواصلات منتظمة وتأخير توزيع قطع الأراضي السكنية. وأفاد الاجتماع بأن برامج هذه السنة تشمل تحصيل ضريبة الأراضي والمواشي وإدخال خطوط الهاتف في المناطق التي ليس بها والسعي لحل مشكلة المواصلات والدفع بأنشطة حماية الطرق وحفظ المياه وتقوية التعليم الأكاديمي. أفاد مسؤول عيادة أسماط الممرض محمد جميع عبد الله اتخاذ السكان مبادرة توسيع خدمات العيادة. وأوضح بناء 3 غرف لانتظار الحوامل وغرفة لرعاية مرض السل بتكلفة حوالي نصف مليون نقفة. وذكر مدير مديرية أسماط السيد عثمان آدم ومسؤول الخدمات الاجتماعية السيد إبراهيم محمود وجود مركز صحي وعيادة في المديرية، وأنه يتطلب إرساء مؤسسات صحية في مناطق شاكا وقريمة وأنبلدا وهويشة وقواشة وضعا في الاعتبار لتضاريس وسعة المديرية والكثافة السكانية. وأشار السكان إلى أن بناء الغرف ال4 للعيادة يعكس الوعي الصحي المترسخ. استشهد يوم 19 من يناير المناضل العقيد سبهاتو قبرقيركيس فتوي عن عمر 67 عاما. التحق المناضل العقيد سبهاتو قبرقيركيس بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1975 وخدم في فترة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة وجهاز الأمن والاستخبارات، وبعد الاستقلال قسم الهجرة والجنسية بمختلف مستويات المسؤولية. الشهيد العقيد سبهاتو قبرقيركيس فتوي متزوج وأب ل5 أبناء، وقد ورى جثمانه الثرى ظهر اليوم الخميس 20 من يناير في مقبرة الشهداء بأسمرة. ويعرب قسم الهجرة والجنسية عن حزنه لاستشهاد العقيد سبهاتو ويقدم تعازيه لأسرته ورفقائه وزملائه. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم الرئيسي بالعلاقات الثنائية خلال لقاء في موسكو في ظل تصاعد الضغط لاتخاذ قرار بشأن الاتفاق النووي الإيراني. وقال الرئيس أنه قدم إلى موسكو مسودات وثائق بشأن التعاون الاستراتيجي من شأنها تعزيز التعاون المشترك على مدى العقدين المقبلين. وأضاف أن إيران وروسيا تعتبران دولتان مهمتان وقويتان ولهما ثقلهم في المنطقة، والمحادثات بين البلدين ستترك تأثيرا في ضمان أمن المنطقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الإقليمية. وذكر الكرملين أن القمة تهدف أيضا إلى بحث تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. المعهد كوريا الشمالية إلى إمكانية استئناف تجاربها الصاروخية البلاستية البعيدة المدى والنووية مع إعلان المكتب السياسي للحزب الحاكم الذي يترأسه الزعيم كيم جون أون تأهبها لمواجهة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وفق وسائل إعلام رسمية. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال أعطى توجيهات لقطاع معني للنظر بشكل فوري في مسألة إعادة تشغيل جميع الأنشطة التي تم تعليقها بشكل مؤقت.
وترأس كيم اجتماع المكتب السياسي الذي بحث في تقرير قدم إليه يتضمن تحليلا للأوضاع في شبه الجزيرة الكورية وتهيئة الإجراءات المضادة للولايات المتحدة في المستقبل. وكان الزعيم الكوري الشمالي قد أعلن عام 2018 وقف التجارب النووية وتجارب الصواريخ البلاستية العابرة للقارات، لكنه هدد بالتراجع عن ذلك بعد انهيار محادثاته مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2019. احتل أكثر من 1000 شرطي برازيلي مدججين بسلاح حيا فقيرا في ريو دي جانيرو، وسط ما قال مسؤولون أنه تجدد الجهود لقمع العصابات وتجار المخدرات. وقادت الشرطة سيارات جند مدرعة إلى حي جاكاري زورينو وقامت بدوريات في الشوارع ودخلت المنازل في عمليات استغرقت 4 ساعات. وقالت الشرطة أنه تم نشر 1200 ضابط في الأحياء الفقيرة التي تعتبر معقلا لجماعة كوماندو فيراميلا الإجرامية. وتأتي العملية في الوقت الذي تستعد فيه البرازيل لإجراء الانتخابات العامة في 2 أكتوبر، والتي من المتوقع أن تضع الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو في مواجهة منافسه الرئيس اليساري السابق لويس إنسالو ديا سيلفا. وتولى بولسونارو منصبه في عام 2018 واعدا بالتصدي للجريمة المنظمة بشكل أكثر قوة. أكدت المنظمة العالمية للإرصاد الجوي أن السنوات ال7 الماضية من العام 2015 إلى عام 2021 كانت الأكثر حرارة على الإطلاق، على الرغم من أن ظاهرة مناخية خفضت درجات الحرارة مؤقتا في العام الماضي. وأضافت المؤسسة أن درجات الحرارة تجاوزت في عام 2021 وذلك للسنة السابعة على التوالي مستويات ما قبل العصر الصناعي بأكثر من درجة مئوية واحدة رغم ظاهرة النينو المناخية الباردة. وفي بداية العام الماضي أعلنت جهات مختصة بالإرصاد الجوي بينها خدمة كوبرنيكوس الأوروبية والمنظمة العالمية للإرصاد الجوي أن 2020 انتهت بمعدل حرارة أعلى بنسبة 1.25 درجة من ذلك المسجل ما قبل العصر الصناعي، وهو المعدل نفسه الذي سجله عام 2016. تذكير بأهم العناوين. إصابة 45 مواطنا بفيروس كورونا. تنظيم انتخابات إدارات الضواحي في عدغي حومي عيني. ازدياد حوادث المرور في الإقليم الأوسط. الرئيس الإيراني الرئيسي يرى أن في زيارة لموسكو نقطة تحول. كوريا الشمالية تلمح إلى استئناف محتمل لتجاربها النووية. الشرطة البرازيلية تطلق عملية كبيرة في المناطق الفقيرة. وصلنا إلى ختام النشرة، في أمان الله.